لا 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 لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، وزي ما متعودين نرفع الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش تدعموني بلايك. النهاردة بقى يا جماعة انا عند امي، تمام؟ عند مين؟ عند ست الحبايب. النهاردة بقى شم النسيم، تمام؟ احنا بقى مش بنحتفل بشم النسيم بقى والكلام ده، بس بقى العادات والتقاليد وزمان ودلوقتي والكلام ده، يعني خلاص احنا واخدين ان احنا يوم شم النسيم ناكل فسيخ ورنجة. احنا بقى بنحتفل بايه؟ بعيد الربيع. النيل خلاص الجو بقى كويس والدنيا تمام، والدنيا ربيع والجو بديع، ونقفل على كل الايه المواضيع، عشان الناس بس اللي تيجي تقول لي حرام ومش حرام وبتحتفلوا. لا، احنا ما بنحتفلش، احنا بناكل فسيخ ورنجة. تمام تمام. فماما بقى النهارده عزمانه كده على الفسيخ والرنجه، يعني هي عادة كل سنه. ماشي، مش دايما اخواتي بيجوا، بس ايه، انا اساسي بقى، انا اساسي هنا. تمام. كل شم نسيم باجي على الفسيخ، حتى لو ما فيش شم نسيم وفي فسيخ برضه باجي يعني. ف هوريكم بقى النهارده بقى اجواء بقى شم النسيم، وانا بنضف الفسيخ والرنجه، والولاد بقى بيلونوا البيض، وهما مش هيلونوه، يعني في فكره كده قالوا لي عليها احنا عايزين نعملها مش زي كل سنه هنلون والكلام ده. فقلت لهم ماشي، فكل دوت هشاركه معاكم، ويلا بينا نبدا الفيديو. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان انا جيت هنا عند ماما الصبح الساعه 11، تمام؟ لقيتها بقى سلقه البيض ده زي ما انتم ما شايفين كده، يعني مظبطاه. هو دلوقتي بصوا يعني كاد يكون ايه دافي يعني، فلقيتها هي مظبطاه كده. تقول لي ده احنا كنا زمان بنعمل ايه، فول نابت الصبح نفطر بيه، والفسيخ والرنجة بنتغدى بيها، والبيض بنتعشى بيه. فزي ما شايفين كده، بصوا بقى، ولادي كانوا عايزين ايه، انا كنت بقول لهم لونوا يعني البيض وكده عشان افرحهم يعني واخليهم مبسوطين كده. قالوا لي لا يا ماما، في ترند بتاع البالونات. تمام. ف بصوا، هو ماما عامله بيض اكتر من كده، بس ايه، عامله لنا انا وولادي 13 بيضه، 13 بيضه او 14 بيضه. ف انا فطرت بصراحه عشان ما اكذبش عليكم، وخدت منه، فخليت ايه 10، قلت لهم ايه، اعملوا اللي انتوا عايزينه بيه. ف تعالى اوريكم بقى هنعمل ايه بيه. تعالي يا مايا، بصوا. انا مش عارفه بصراحه يعني مثلا هيبقى ازاي. بنقص كده الايه الحته اللي فوق دي كده، تمام؟ تعرف تخش في البيت. ونروح عاملين كده. طب هتدخل ازاي؟ هتنفع؟ بصوا، ايه، وندخل البيضه في البالون. مش عارفه هو بصراحه يعني اختراع فاشل ولا لا، بس انا ايه، حبيت ان انا ايه اشاركه معاكم واوريه لكم يعني وانا بعمله. مش عارفه هينفع ولا لا، بس ان شاء الله ينفع. ايوه بقى، ايوه بقى شفتوا. ايوه والله العظيم شكلها حلو ولطيف، بس ايه، انا هقص الحته الزياده دي. انا ما رضيتش ان انا اقصها قوي علشان ايه. هي نقص البيضة. اهي، مش مشكله اهو. ايه رايكم؟ البيضه بقت حمراء ولا لا؟ والله العظيم احلى من اي حاجه تانية. شاطرين 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 يا ولادي. ماشي. نعمل ايه، واحده تانية، نعمل اللون ده عشان انا بحب اللون ده. بحب كل الالوان دي على فكره، انا اللي بختار كل الالوان دي. تمام. هنقص ايه زي ما انتم ما شايفين الجزء كده اللي فوق ده اهو. من واحده تانية معاكم كده. تمام. نجيب بقى بيضه اهو، انا كبرت شويه الايه الفتحه علشان تبقى ايه سهله. بصوا، بصوا البيضه بقى، ما شاء الله ما شاء الله، والله العظيم عيالي بيفكروا. يلا بقى بصوا، هعمل انا وبنتي بقى عشان ايه تفرح بقى كده، هي تعملها معايا، وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص البيض عشان ايه الفيديو ما يطولش اكتر من كده. خلصت. لا 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 لا. ايه رايكم؟ بصوا بيض ملون دوت ولا مش ملون بقى؟ قولوا لي ايه رايكم في شكله بامانه. استنوا انا هقلب لكم الكام عشان تشوفوها كويس. بصوا بقى، هنا باين جدا، هنا باين جدا اهو. ايه رايكم؟ قولوا لي ايه رايكم. ملون شكله حلو. فرحانه يا مايا؟ بجد قولي لهم ان انا فرحانه فرحانة قوي. بجد. ايه رايكم؟
بصوا كأننا ملونينه بالظبط، بس ولا الوان تدخل جواه ولا حاجه. انا عارفه ان احنا ممكن نعمله بحاجات طبيعيه، بس الفكره دي بصراحه يعني جود 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 بجد. يلا بينا بقى ندخل على بصوا بقى الفسيخ يا حبايب والرنجة. قلبي، عايزه اقول لكم ان انا عشان مش معايا الستاند ولا الاضاءه، فبعتذر طبعا على الاضاءه. تمام، والستاند طبعا ايه، انا حضرت كده البصل زي ما انتم ما شايفين. بصوا بصل هنجرجش بصل النهارده يا ولاد. تمام، وحضرت كده الكابوتشا، غسلتها وظبطتها زي ما انتم شايفين، وكمان قطعت كده خيار. تمام، قلت اظبط بس الحاجات كده الايه اللي هي يعني قبل ما اظفر ايديا والكلام ده كله. ويلا بينا يلا بقى نكمل. نشوف الرنجة والفسيخ اللي انا جبتهم. بصوا انا امبارح طلبت من القلاطي الفسيخ. تمام، عشان ما كنتش لاقيه في اماكن كتير قوي، فبصراحه طلبت. بصوا بقى دي الرنجه، قولي لي يا ماما ايه رايك في الرنجه؟ الله جميلة. شفتي شاطره ولا لا؟ بصوا تجيبي حاجة وحشة؟ حبيبه قلبي ماشي. دي الرنجه تسلم ايديك. ما شاء الله. جبت كام واحده؟ 1 2 3 4 5 وحدات. الفسيخ بقى بصوا ما فتحتوش خالص، لسه بفتح مايكرو. ارفعي ايدك شويه يا جنى. عايزه اقول لكم انا ما شفتوش، لان زي ما انتم ما شايفينه كده بصوا معمول بالاستراتش راب و فما فتحتوش ولا اي حاجه. قلت لازم افتحه ايه معاكم. ماما بقى عماله تقول لي ها حلو لا، قلت لها والله يا ماما ما اعرف، انتوا حظك ونصيبك بقى. بصي اهو الله حلو بس صغير شويه، معلش. يعني احنا بنحبه يبقى كبير. تمام اهو جميل. 3. بصوا يا جماعه القلفتي اصلا معروف جدا ومشهور جدا في فيصل، احنا جايبينه من فرع فيصل ماشي. بس قولوا لي ايه بقى رايكم، ايه رايكم؟ فسيخ احلى فسيخ واحلى رنجه ان شاء الله وكده. طبعا عشان معيش الستاند، وبنت اختي بصوا عماله تجحر لي وتبص لي بعينيها كده وتبرق لي عشان هي اللي ماسكه الايه التليفون. فهنضفه بقى واظبطه. طبعا احنا كلنا شاطرين وعارفين بننضف ازاي وبنعمل كل حاجه ازاي، وهوريكم بقى في الاخر بقى الايه، يبقى الدن ان شاء الله. يلا بقى بينا. قولوا لي ما هذا الجمال، ما هذا الجمال. بصوا دي الرنجة، بصوا جمالها تحفة تحفة تحفة. واوعوا بقى الفسيخ، معرفش ليه هو لونه بينك، بس مش عشان الإضاءة مش واضح قوي، بس عايزة اقول لكم طعمه روعة فظيع تحفة اقسم بالله بجد. كده انا لسه ما حطيتش عليه ايه يعني اي حاجة، لسه ما حطيتش عليه ولا ليمون ولا زيت ولا اي حاجة من الحبشتكنات بتاعته، فهحطها طبعا معاكم. يلا بينا. الكاميرا فصلت بس ما علينا يعني. فطبعا بقى هوريها لكم بقى دلوقتي، اوريكم كل حاجه بقى على السفره، واقول لكم تعالوا كلوا معايا. يلا بينا. لا. بصوا بقى يا ولاد، خلصت خلاص الفسيخ والرنجه تقطيعهم، وكمان حطيت لهم الزيت والليمون وكل حاجه. ويلا بينا بقى نشوف بقى يا السفرة حبايب كلها على قلبي، بعض. البصل تمام، والفسيخ والرنجة. بصوا الفسيخ تحفة تحفة تحفة، والرنجة تحفتين. عملت كمان سلطة الرنجة زي ما انتم ما شايفين كده، وحضرت كابوتشا وخيار زي ما انتم ما شايفين. وهو ده النهاردة غدانا، هنتغدى النهاردة فسيخ ورنجة عشان النهاردة شم النسيم. تمام، بس طبعا احنا زي ما قلنا ان احنا مش بنحتفل بشم النسيم، احنا بنحتفل بعيد الربيع، ان ايه ان الربيع خلاص دخل ايه علينا والجو بقى حلو. فيلا بينا. انا مش عارفه بقى انا هقفل الفيديو على كده ولا يعني هشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا. بصوا بقى يا بنات، الحمد لله كنا عايزه اقول لكم ان انا انتحرت اقسم بالله. طبعا بقى كان لازم بعد الاكله دي كوبايتين كده شاي يتشربوا، يعني يحبسوا اللي حصل. وعايزه اقول لكم شربنا 7 اب وشربنا عصير فراوله وظبطنا الدنيا. بس يا جماعه بقى هو ده كان فيديو النهارده، بتمنى كده يكون عجبكم وقضيتوا معايا وقت حلو وجميل. اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تحطوا لي لايك واقول لكم سلام عليكم.